يا مساء الورد والفل على المستمعين الجمال. اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اللي بيجيب من الاخر ايامنا الحلوة. معاكم أميرة غزال واحمد البنداري. موضوع حلقتنا النهاردة بعنوان مين اللي لعب في السيستم يا جدعان؟ في سيستم كتير قوي باظ وفي حاجات كتير قوي، وعلشان كده احنا هنخلي الحلقة دي على جزئين. اسمحوا لنا يعني هندردش معاكم أقل واجب في حلقة النهاردة على بعض السلوكيات اللي بقت منتشرة في مجتمعنا السنوات الأخيرة. حاجات عجيبة قوي، تصرفات غريبة وسلوكيات أغرب. كنا زمان لما بنشوف موقف أو حاجة عجيبة أو غريبة نقول إيه ده؟ حاجة غريبة. حتى الأستاذ عبد الحليم حافظ نفسه عمل أغنية وسماها حاجة غريبة. حاجة غريبة كان قلبه حاسس. دلوقتي بقى الغريب ده هو العادي للأسف الشديد يعني. طب تعالي كده نشوف مع السادة المستمعين أمثلة كده من السيستم اللي اتلعب فيه وباظ. ورينا. أيوة، أول سيستم بقى ألا وهو المصيف. ده كان زمان كده، كانت حاجة بسيطة، آخرنا ان احنا نجهز شنطتنا فيها الهدوم وشبشب البحر وبعض بقى اللعب بتاعة البحر المعروفة لكل الناس، جردل الحاجات اللطيفة دي. دلوقتي تلاقي الشنطة فيها أهم حاجة الرينج لايت، وبعدين الكاميرا الاحترافية علشان الصور، وبقى تلاقي 4-5 أطقم، وممكن يكون اللي طالع بيهم ده ما بيعومش أصلا. لازم تكون الأطقم دي ماشية مع النضارة مع الشبشب مع الكلام ده. أيوة إن المصيبة إن الناس بقت بتروح تتصور، بس محدش ممكن ينزل البحر أصلا. البحر بقى بالنسبة لهم ديكور بس كده. المصيف كله بقى عبارة عن فوتو سيشن وستوريز من اللي بتقعد 24 ساعة وتنتهي دي. عليا والله المواجع. فين المصيف زمان؟ العجمي وبيانكي ومراقية والكولمان اللي كان أساسي عشان نحط العنب الساقع عشان يفضل ساقع، وترمس الشاي والسندوتشات المرملة، عارفها؟ ايوه سندوتشات البانيه دي كانت بردا وسلاما كده. فظيعة. كل الناس بتعمل سندوتشات الرمل اللي محشي بالبانيه ده. جد ده فعلا كان هو التقليد اللي ساري فيه. والكراسي بقى والشمسية والراكت، وهو مايو واحد مش 500 مايو وال500 مايو والحاجات البسيطة قوي اللي كنا بنشتريها واحنا قاعدين على البحر. لا دي في حاجة تانية بقى. تعالي لما اقولك على الاسعار بقى اللي بقت خرافية يعني حرفيا بجد. والاغرب من كده بقى فرق الاسعار بقى. يعني مثلا هقول لك في ناس اصحابي كانوا بيفكروا ان هم يطلعوا بالباكج اللي هم عاملينها بتاعه الصيف دي، الميزانيه بتاعتهم يطلعوا بيها شرم. حلوه شرم. صاحبي ده قال لمراته تعالي نروح شرم، هنروح فول بورد 5 ستارز اوتيل وهيخدمونا وشامله الموضوع كل حاجه. الحكايه كلها كلفت مثلا قولي مثلا 20,000 جنيه ل5 افراد. المهم ما اطبخش يعني والله هو كان برضو عايز يريحها وكده. قالت له لا، احنا عايزين نطلع بنفس المبلغ ده نروح قرية من القرى الساحل الشرير بنفس المبلغ ده. علشان بقى شافت ستوري مين عايزة تعمل زيه. هو الستوري اللي معروف، الستوري اللي بتقفي تحت اسم القرية وتاخدي الستوري علشان تحطيها. فهماها عموما. فالراجل ما كانش قدامه غير ان هو يسمع كلامها وراح فعلا. اول لما راحوا هناك تفاجئوا ان هم مطالب ليهم ان هم كل ما يروحوا في حتة لازم QR كود. الQR كود ده لازم لصاحب الشاليه، بس المستأجر ملوش حق، فاضطر ان هو يدفع 10,000 جنيه يا لهوي علشان يخش البحر. بس أصلاً. ما القرية بقى من القرى اللي هي العالية. فتخيلي ميزانية الQR كود غير ميزانية الرحلة. وهي برضو عملت سندوتشات البانيه وعملت المكرونة برضو اللي احنا كلنا بناكلها علشان عايزة توفر، ووقفت وطبخت بقى. دي بقى تستاهل. أيوة. لأنها صعبتها على نفسها وصعبوها علينا كمان. من ضمن الحاجات اللي بيصعبوها علينا قوي اللي بستغربها أسعار البوركيني اللي بقت ب12,000. طبعا احنا ملناش دعوة بالناس دي، بس بوركيني ب12,000 جنيه. ليه يعني ليه لا ده اسمايو يعني في لا ده موضة النزول بقى البحر دي دلوقتي بقت حاجة تانية خالص كمان. البنات بيروحوا البحر وهم لابسين كامل الاكسسوارز بتاعتهم، ذهب او واتيفر، هو حتى ذهب تقليد او كده، بس هو فيه اكسسوارز كاملة كأنها رايحة سهرة مثلا. دي حاجات ما كناش بنشوفها قبل كده، واخد بالك. وكمان الشباب بقوا بيسقطوا البنطلونات كده بطريقة مستفزة، ان هم بيتباهوا بالماركات بتاعة البنطلونات او ما تحت دي برضو موديلات. دي برضو حاجات جديدة وحاجات غريبة بتحصل في المصايف. هو السيستم فعلا دخل في بعضه او هنك تقريبا. فيتونا يا ناس.
لان السعاده فعلا مش كده خالص. هي السعاده ممكن تكون حاجه بسيطه قوي، ضحكه من القلب، صحبه جميله، قعده كورنيش بكوز ذره، والله مش منظره فارغه واستعراض عضلات وقدره ماليه، انا معايا كام وانت معاك كام وانا بجيب ايه وانت بتروح فين. ده بحر ايه ده من الاخر يعني. بالظبط. كانت اخر حاجه كنا يعني الاختراع اللي احنا بنستناه او الحدث الاكبر حفله عمرو دياب اللي كانت بتتعمل في بيانكي دي. كانت كل الناس هو الوحيد والاوحد اللي كان بيعمل والنبي يا الحفلة اخويا ما كنا بنروح. ماشي، بس كانت هي دي حدث. دلوقتي بقت كل يوم لازم حفلات. نسهر في حته وبمبلغ وقدره. احنا وستوري برضه ممكن ابيع جزء من اعضائي علشان اروح اسهر في احدى والله ونزل ستوري البارات او الكلام ده مثلا يعني. لا، السوشيال ميديا بقى بقت ادمان للاسف، والكل عايز يركب الترند وبس. على فكره كل ده تمثيل في تمثيل، انا مش شايف ان دي حاجات حقيقيه عشان يعملوا المشاهدات والستوري. يا رب يتوب علينا من الستوريز دي. والله انا مش هتفرج على فين ولا فين. جدعان. والله يعني عارفه. بس كان في فيلم كده بتاع احمد السعداني ومي عمر، انا مش فاكر هو كان اسمه ايه. عارفاه، فاصل من اللحظات اللذيذه. ايوه هو ده. ده كان بيتكلم برضو عن اللي احنا بنقول عليه ده. كانوا بيضربوا بعض وقرفانين من بعض وعيشتهم كانت صعبه قوي. اول لما يجي ميعاد اللايف كانوا بيطلعوا يضحكوا ويهزروا ويبانوا ان هم اسعد ناس قدام الكاميرات عشان المشاهدات والمكاسب الماليه الرخيصه. لا، ده الموضوع كبير قوي بقى قوي. فعلشان كده عزيزي المستمع، احنا نكون هنا وصلنا لنهايه الجزء الاول من حلقتنا، وحابب اسمع من حضراتكم كده سيستم ايه اللي باظ واتلعب فيه وحابب تعمل ضبط مصنع تاني. ولو حابب تسمع الصياف وزمان ودلوقتي، قول لنا ايه اللي حصل معاك وانت حابب ترجع اي سيستم. وعشان كده لازم ان شاء الله تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد ويسمعوا الجزء التاني اكيد. طبعا. يعني احنا كنا مبسوطين جدا، وكان معاكم أميرة واحمد.